من اكثر الحاجات اللي فرقتنا نحن كسودانيين وخلتنا انه نكره بعض، وخلى الانسان الشرق ما متقبل الانسان الغرب، وانسان الغرب ما متقبل الانسان الشرق، وانسان الجنوب ما متقبل الانسان الشمال، وانسان الشمال ما متقبل الانسان الجنوب، هي العنصريه. العنصريه عزيزي المشاهد حرفيا من اكثر الحاجات اللي فرقتنا نحن كسودانيين. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله وأتقاكم وإن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا فرق بين عربي ولا أجمي إلا بالتقوى. يعني ما في فرق بيناتنا، ما في فرق بين الأبيض والأسود، كلنا واحد، كلنا سواسي. والدليل إنه ربنا سبحانه وتعالى لا ينظر إلى أشكالنا ولا ينظر إلى ألواننا، بل ينظر إلى قلوبنا. لكن هنا كمجتمع سوداني من أكثر الحاجات اللي أثرت فينا هي العنصرية. قاعدين لسه قبيلتي وقبيلتك، لوني ولونك، شكلي وشكلك. دي من اكثر الحاجات اللي رجعتنا 100 سنه. لاقاني فيديو على السوشيال ميديا فيه كميه من العنصريه والجهويه، وانا بعرض لكم الفيديو، انتوا احضروا الفيديو واحكموا. ديني وايماني انا ما حلف والله تاني زول ازرق والله في السودان ميكو، والله نزول ازرق في السودان ميكو نهائي. ديني وايماني انا ما حلف والله تاني زول ازرق والله في السودان ميكو، والله نزول ازرق في السودان ميكو نهائي. وكده وصلنا لنهاية الفيديو. لو بتشاهدنا على اليوتيوب يا صديقي اشترك في القناة وفعل الجرس عشان تصلك حلقاتنا أول بأول. لو بتشاهدنا على باقي المنصات على فيسبوك أو تيك توك اعمل متابعة. وإلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة، وإلى جديد اللقيا، وإن لم نلتقي فالملتقى الجنة بإذن الله.